يا هلا والله، ويسعد لي أوقاتكم يا رب بكل خير، ويجعل أيامكم كلها خير ورحمة ورضا بإذن الله. بسوي معاكم حلا. هالحلا مرة لذيذ. مكوناته سهلة، تقدرين تسوينه من الليل وتقدمينه إن شاء الله من بكرة على قهوتك. طيب، كل اللي يحتاجه كيك جاهز، أي نوع كيك انتي مرتاحة تاخذينه، شركة متعودة تاخذينها على راحتك. في كيك اليمامة مرة لذيذ وأنا معتمدته. تقدرين تاخذين هذا الماربل اللي هو فانيليا وشوكولاتة، أو تاخذين النوع السادي اللي هو فانيليا أو شوكولاتة الوحدة. أبد براحتك، الطبقة هذه انتي العبي فيها. طيب، أخذت الصينية وصفيت الكيك بعد ما قطعته بهالشكل. أبدأ أصفه في الصينية. كثير وصلتني تعليقات، الله يعطيكم العافية على اقتراحاتكم وكلامكم الذوق ودعواتكم. الله يسعدكم ويشملكم بدعواتكم ويرزقكم أضعافها. كلموني بنات قالوا لي خلي تصوير الفيديو عندك بالعرض، وأنا عشان أصور للسناب والإنستغرام فيكون التصوير بالطول. بإذن الله أخلص هالفيديوهات المحفوظة عندي، وحيكون التصوير من بعدها حيكون لكم خاص بالعرض بإذن الله. بس أخلص هذه الفيديوهات لأنها مصورة سابقا، فأنا قاعدة أنزلها لكم. طيب، حبدأ في الخلطة البيضة. حطيت جبنة كريمي في الخلاط، وحطيت عليها النسكافيه، وحطيت عليها حليب مكثف محلى، ونضيف باكيت من كريم كراميل، وشوية من الحليب عشان يصير معايا الخليط شوية سايل. إذا حسيتوه جامد ضيفوا شوية من الحليب. طيب، الآن بعد ما خفقت الخليط الأبيض حضيفه فوق الكيك وأوزعه. وزعت الخليط مثل ما تشوفون. الآن حبدأ أوزع بسكوت الأوريو. شلت عنه الكريمة وفتحته من النص، وببدأ أوزعه بهالشكل. تقدرون تحطون بسكوت الجوزة أو بسكوت كوفي جوي، أو أي نوع بسكوت حلو شكله كزينة ضيفوه. الآن حبدأ أسوي الخلطة الثالثة والأخيرة، اللي هي الباقي من ظرف الكريمة. حضيف عليه النسكافيه وحضيف عليه الموية وأترك على النار يغلي، وبعدين حوزعه فوق الأوريو. وحاولوا أنكم تصبونه بشويش حتى ما تحوس عليكم الطبقة، فبالترتيب كذا بشويش بالملعقة صبوه، وحيطلع معاكم مرتب وأنيق. شايفين كيف؟ لا تكثرون الموية على الكريمة عشان تكون الطبقة متماسكة. بعد ما تنتهون من الطبقة الأخيرة خلاص غلفيه في السلوفان، ودخليه الثلاجة ليلة كاملة، وبعدين قدميه. شوفوا الآن هذا بعد ليلة كاملة طلعته من الثلاجة، وجاء وقت القهوة وقطعته وحبدأ أقدمه. ما شاء الله تبارك الله، الطبقة متماسكة ولذيذة، وطعم النسكافيه مرة لذيذ. اللي يحبون طعم القهوة في الحلويات، هذا الحلا راح يعجبكم. حكتب لكم إن شاء الله المكونات والمقادير في أسفل الفيديو. وكل اللي عليكم تطبقون الوصفة، ولا تنسوني من دعواتكم. تبارك الرحمن، تشوفون كيف متماسك. ضروري تطبقون الوصفة، ولا تنسون تنشرونها لحبايبكم وخواتكم حتى يستفيدون معاكم ويطبقون الحلا معاكم. وإن حبيتوا في أحد يسوي لكم الحلا ارسلوا لها الوصفة، وإن شاء الله أنكم تذوقون أطعم حلا بارد بالنسكافيه والأوريو. ما شاء الله تبارك الله، متماسك من ألذ ما يكون.
وصفتنا الثانية حتكون فطاير في الخبازة. هذه عجينة الزبدة مرة لذيذة هشة. إيش أقول لكم عنها، تقعد لك ساعات طرية ما تنشف عليك. انتوا تجربوا هالطريقة واعتمدوها وصدقوني راح تدعوا لي عليها. أول شي حطيت المكونات السائلة مع الخميرة، وحترك الخميرة تتفاعل تقريبا تاخذ لها من دقيقتين إلى 3 دقايق إذا الخميرة حقتك جديدة. وبعدين حتضيفين عليها الزبدة الذايبة وتضيفين عليها حبة البيضة. إذا في ناس يتحسسون من البيض استغني عن البيضة، ما هي مشكلة. طيب حضيف البيضة وأخلط هذه المكونات السائلة وأضيفها على المكونات الجافة وأعجنها. خلطنا المكونات، الآن حضيفها على المكونات الجافة وأحطها بالعجانة وأعجنها حتى أوصل للعجينة متماسكة ولينة وملمومة. لا تنسون رشة الملح والبيكنج بودر على الدقيق. الآن حضيف المكونات السائلة، بوريكم شكل العجينة بعد ما لمت معايا. تبارك الرحمن يا الطراوة، شي ما هو طبيعي. أهم شي إنكم تدهنون الزبدية بشوية زيت عشان ما تلصق فيها العجينة وتخسرون عجين. شو ما شاء الله تبارك الله كيف تمط معايا، تبارك الرحمن. خلاص حتركها تتخمر تقريبا نص ساعة. إذا الجو عندك دافئ ما تطول معاكي. حغطيها. حلوة هذه العلب لتخمير العجينة، إذا شفتوها خذوها تشوفوها تحصلونها في محلات أبو 5. غطيت عليها وببدأ في تحضير الحشوة. عندي هنا بطاطس مهروسة، حضيف لها الكشنة، حكتب لكم طريقتها. وحتى هذه الحشوة تراها مرة لذيذة، مرة لذيذة. يعني اللي يجربون هالحشوة يحسونها زي طعم فطاير المخابز. تعرفون المخابز مو تبيع لكم هذيك العجينة الهشة اللي كأنها بف بستري يحشونها بطاطس، هذه حشوتهم. طيب شوف تبارك الله كيف منفوشة. حبدأ أقسمها وأسخن الخبازة. عندي أي نوع خبازة عندكم تقدرون تستخدمونها. طيب حقطع العجينة لكور صغيرة. أرش السطح بالدقيق وأفرد العجينة، وبعدين ححط عليها الحشوة. أنا سويت حشوتين، حشوة لحمة مفرومة، وحمد الحشوة اللحمة المفرومة على العجينة بهالشكل. أبغاها زي الفطير التركي، عرفتوه؟ واللحمة المفرومة حتستوي معايا لأنها مفرومة، والخبازة ما شاء الله تبارك الله حرارتها عالية. ححط الفطير بهالشكل وقفل عليها الخبازة. الخبازة شغالة من فوق ومن تحت، وحترك الفطير يتحمر من الجهتين. الحشوة الثانية اللي هي البطاطس، حبدأ بتوزيع الحشوة بهالشكل. ما يحتاج تفردون العجينة إلا بعد ما تقفلين العجينة، تقفلين على الحشوة بهالشكل مثل ما هو واضح بالفيديو. تقفلين العجينة زي كذا، وبعدين حتفردينها وتحطينها في الخبازة. تبين تفردينها بالفرادة أو بيدك على راحتك. الآن ححطها بالخبازة عادي، حتى لو إنها تشققت معاكي وتقطعت ما في مشكلة. أهم شي خلي عجينتك رقيقة عشان تصير لك نوعا ما مقرمشة، فيها قرمشة، هي طرية ومقرمشة بنفس الوقت. شوفوا بعد ما خبزت كمية عندي تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم على رسول الله. شفتوا كيف العجينة متحمرة ولذيذة وطرية؟ وهذه المخبوزات الشهية سووها لعائلتكم وعلينا وعليكم بألف عافية. ولا تنسوني من دعواتكم، ولا تنسوني من نشر القناة عشان الكل يستفيد. واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه.